الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى هذه اللقاءات المباركة الطيبة في بيت الله رب العالمين، نتدارس ونتذاكر أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وتأديته وتبليغه عبادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث. فدعا صلى الله عليه وسلم بالنضرة التي هي الحسن والبهاء والنور لمن حفظ كلامه عليه الصلاة والسلام وبلغه غيره. ففي سماع كلام النبي وأحاديثه في ذلك بركة عظيمة جدا، وهي عبادة جليلة جدا، أو يقول هي عبادة جليلة وشريفة من العبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. افتتحنا الكلام على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، وأول ما بدأ به المصنف رحمه الله الإخلاص. قال كتاب الإخلاص، أي أجمع لك الأحاديث التي تتكلم عن هذا الموضوع. فذكر أحاديث في باب الإخلاص، إخلاص العبادة لله رب العالمين. والإخلاص أيها الإخوة، الشيء الخالص هو النقي الصافي. تقول هذا ذهب خالص، أي ليس مخلوطا، وتقول هذا لبن خالص، أي أنه ليس مخلوطا ولم يشب بشيء آخر. فهذا هو معنى الإخلاص، هو الشيء النقي الصافي الذي لم يخلط بغيره. والمراد ها هنا أن عملك وعبادتك تريد بها وجه الله عز وجل، فلا تخلط هذه الإرادة بإرادة أخرى. تريد بعملك وعبادتك الله تعالى بقطع النظر عن الدنيا، عن المخلوقين وعما في أيديهم. لا تريد بعبادتك شيئا من عرض الدنيا، ولا تريد كذلك بعبادتك المخلوق أن يرضى عنك ويثني عليك وما شابه ذلك. فإذا أردت بعملك وجه الله فقد برئت من الشرك. وإذا لم تلتفت إلى المخلوق ولم تنتظر منه مدحا ولا ثناء فقد برئت من الرياء. وقد تكلم العلماء عن مراتب الإخلاص ودرجاته، وبينوا غلط من غلط فيه، لأن بعض الناس بالغوا وقالوا الإخلاص هو أن تريد وجه الله فقط، فلا يجوز إرادة الآخرة. لو إنسان أراد الجنة وأراد الثواب وأراد ما أعده الله عز وجل لأهلها، قالوا هذا ينافي الإخلاص. وآخرون قالوا إن الذي يعبد الله عز وجل لأجل أن يعافيه، ولأجل أن يبسط له في رزقه، ولأجل أن يدفع عنه البلاء، فهذا ينافي الإخلاص. بل قالوا إن الإخلاص هو أن تعبد الله لأجل الله فقط. حتى دعا داعيهم قال: اللهم إن كنت أريد بعبادتك جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أريد بعبادتك النجاة من نارك فأدخلني فيها، أو نحو هذا الكلام. هذا كلام باطل غير صحيح. بل إن الإخلاص، هذا الكلام المذكور سابقا، كله باطل، كله غير صحيح، كله من الخرافات والترهات. لأن رب العالمين تبارك وتعالى هو الذي شرع لعباده هذا الثواب وهذا الجزاء في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فها هنا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثواب صلة الرحم أمورا دنيوية. البسط في الرزق أي ساعة الرزق
والزيادة في العمر والنسيئة في الأجل، فجعل الثواب دنيويا. ورب العالمين تبارك وتعالى هو الذي رغبنا في جناته جنات النعيم، وبشر بها عباده المؤمنين، وأخبر بما أعده لهم فيها. بل قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فرب العالمين تبارك وتعالى هو الذي شرع لعباده أن يعبدوه ويطيعوه رجاء ثوابه وخوف عقابه، فهذا هو الإخلاص الشرعي. أما تلك الترهات التي يقولها بعض المتصوفة فليست بصحيحة، بل هي من فلسفاتهم ومن بنات أفكارهم المخالفة لنصوص القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أعرابيا قال له: ما تقول في دعائك؟ قال: يا رسول الله، إني لا أتقن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنا أسمعك تقول كلاما، وأسمع معاذ بن جبل يقول كلاما، لكن أنا ما أحفظ هذه الأشياء. أنا بكل بساطة وبكل صراحة وبكل سذاجة كما يقال أقول: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هذا هو دعائي مباشرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. كل كلامنا الذي لم تفقهه أنت ولم تحفظه يدور حول هذا المعنى: نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فإذا الإخلاص هو إرادة وجه الله تبارك وتعالى بالعمل مع قطع النظر عن المخلوق أو عن المخلوقين وما في أيديهم. فإذا كان يعمل الإنسان يرجو نفعا من مخلوق هذا لا يجوز، هذا في إخلاصه شيء. مثال واحد يصلي ويلزم المسجد ويظهر الاستقامة وصلاح الحال، والغرض والهدف لأجل أن ينتخبوه، لأجل إذا جاءت الانتخابات يرشح نفسه فتكون له سمعة طيبة فينجح، هذه نيته فاسدة. وآخر يظهر الاستقامة والصلاح والعمل الصالح ويحرص على العبادات والطاعات، والغرض حتى إذا خطب زوجوه، نيته فاسدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن فينبغي على العبد أن يصحح هذه النية، وأن يراجع نفسه فيها، وأن يراقب قلبه وتقلبات نيته، فيحرص كل الحرص على أن يكون عمله وطاعته وقربته لله رب العالمين، يريد بها وجهه تبارك وتعالى، ويريد بها الثواب والجزاء والأجر من عنده في أقواله وفي أفعاله، في عباداته ومعاملاته، دائما يعامل ربه عز وجل قبل المخلوق. والرياء أيها الإخوة منشأه ومصدره هو تعظيم المخلوق. الرياء ما هو مصدره؟ تعظيم المخلوق هو سبب الرياء. لما يشوف واحد معظم عنده ومبجل عنده ومحترم عنده يحرص على أن يظهر له الصلاح، لأنه يحب أن يثني عليه، ويحب أن يحسن به الظن وأن يذكره بالخير، فهو يحرص على ذلك. فيا عبد الله، أعظم وأجل من إذا ذكرك بالخير فقد أفلحت ونجحت هو ربك عز وجل. فليكن المعظم والمبجل والمراد بأن تحسن صورتك عنده حقا هو ربك عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى إذا أحبك ورضي عنك فقد أمنت من كل مرهوب، وقد حصل لك كل مطلوب. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لما جاءه رجل من الأعراب من أهل البدو فيهم الجفاء والغلظة والفخر، فقال له: يا رسول الله أو يا محمد، إن ذمي شين وإن مدحي زين، يعني أنا إذا مدحتك ارتفعت عند العرب،
إذا ذكرتك بالخير ومدحتك فالناس كلهم يقولون الله فلان يقول عنك كذا وكذا، وإذا ذممتك وقدحت فيك فإن ذلك يشينك ويسيء إليك عند الناس. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ذلك الله الذي مدحه زين وذمه شين هو رب العالمين تبارك وتعالى، لست أنت لا ترفع ولا تخفض، لا تنفع ولا تضر، لا تقدم ولا تؤخر، أنت لا تملك من الأمر شيئا، لا لنفسك ولا لغيرك. إنما الذي مدحه زين وذمه شين يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هو رب الله، هو رب العالمين تبارك وتعالى. فليحرص الإنسان أن يكون محمودا ممدوحا عند الله عز وجل، يذكر في أهل السماء وإن لم يعرف في أهل الأرض. وقد افتتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث من كنوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي قرأناه في الدرس الماضي، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قص على أصحابه قصة 3 رجال، 3 نفر خرجوا في طلب معاشهم ورزقهم، وتأخروا إلى الليل فآووا إلى غار أرادوا أن يقضوا فيه ليلتهم، ثم يستمرون في مشيهم في الصباح، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار. فلما أيقنوا الهلكة لا يقدرون على إزاحة تلك الصخرة، وليسوا بأرض يمكن أن يفطن لهم فيها فيساعدوا، أيقنوا أنهم دفنوا أحياء. عند ذلك لجأوا إلى الله تعالى. في المرة الماضية قلنا إن هذا أول درس، إذا نزلت بك محنة أو شدة أو مصيبة أو ضائقة فليكن أول لجوئك إلى الله تبارك وتعالى، ليكن اضطرارك إلى الله تعالى، فإنه سبحانه القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه عز وجل. ويقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فليكن أول لجوئك وأول اضطرارك وأول رغبتك وأول دعائك وأول تضرعك إلى الله تعالى أن يكشف عنك السوء، وأن يدفع عنك البلاء، وأن يرفع عنك الشدة والمحنة. تجد الأمر العظيم جدا، تنقلب المحن في حقك منحا، تنقلب المصائب في حقك تنقلب مننا وعطايا، لأنك تكتشف حقيقة وبركة صلتك بالله عز وجل. ترى العجب في تفريج الكربات ودفع الشدائد ورفع البلاء من ربك تبارك وتعالى، فإنه عند ظن عبده به. إذا أحسن العبد ظنه بربه وجده كما ظن به تبارك وتعالى. فقالوا: يا هؤلاء ليس ينجيكم مما أنتم فيه إلا الدعاء، ليس ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا ربكم فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. فجعلوا يتوسلون إلى الله تعالى. والتوسل إلى الله تعالى ذكرنا في المرة الماضية أن المشروع منه ما كان بأسماء الله وصفاته، وهو أحسن وأفضل وأشرف الأنواع، أنك تسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم يا رحيم ارحمني، يا عفو اعف عني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني. وهكذا تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتتوسل إليه بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنوع الثاني أن تسأل الله تعالى بأعمالك الصالحة التي أخلصت له فيها، كما قال الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فذكر الله عز وجل عن هؤلاء أنهم يتوسلون إليه بإيمانهم: ربنا إننا آمنا. وفي الآية الأخرى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم وتصديقهم نبيهم عليه الصلاة والسلام واتباعهم إياه. وهؤلاء توسل أحدهم ببره والديه،
وتوسل الآخر بعفته، وتوسل الثالث بأمانته. النوع الثالث من التوسل هو غير مشروع، وهو توسل الجهال. اللهم بحق نبيك، اللهم بحق فلان، اللهم أسألك بفلان. هذا التوسل غير صحيح، غير مشروع. لا تسأل الله عز وجل بمخلوق، اسأله عز وجل بأسمائه وصفاته، أو اسأله تبارك وتعالى بأعمالك أنت، بإيمانك، ببرك، بإخلاصك، بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، بصدقاتك ومبراتك التي عملت. قل اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك لوجهك فافرج عني ما أنا فيه. هذا التوسل مشروع. أما أن تقول اللهم بحق نبيك، اللهم بحق الولي الفلاني، اللهم بحق الشيوخ، واللهم بحق الرضع، واللهم بحق كذا، هذا كلام باطل فارغ لا يصلح أبدا، وهو سوء أدب مع الله عز وجل، لأنه لا حق لأحد عليه تبارك وتعالى، ولا أحد يمكن أن يكرهه عز وجل، فلا ينبغي أن يعتدي الإنسان في الدعاء. فأما الأول فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وإني كنت لا أهبط قبلهما مالا ولا ولدا. يعني كان عنده أبوان وهما شيخان قد كبرا في السن واحتاجا إليه، وكان من بره بهما أنه إذا رجع لا يسقي قبلهما مالا ولا ولدا، لا يعطي أحدا اللبن أو الحليب حتى يشربا هم ويكتفيا. وإنه قد نأى بي طلب الكلأ يوما، فرحت أي رجعت مساء وقد ناما، فكرهت إيقاظهما، وكرهت أن أسقي قبلهما غيرهما، فبقي عند رأسهما ينتظر استيقاظهما. في الرواية والصبية يتضاضون عند رجل، أولاده الصغار يبكون عند رجله يريدون نصيبهم أو يريدون أن يطعمهم. وكبر عليه وعظم عليه أن يعطي أولاده قبل أبويه، كما عظم عليه أن يزعجهما من نومهما. هذا بر عظيم جدا، هذا قد رزق برا عظيما جدا قد أنجاه الله به. فقال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انتظر حتى استيقظا فأعطاهما حليبهما فشربا، ثم سقى غيرهما. ليس المطلوب أيها الإخوة هذا النوع من البر، والله ليس هذا المطلوب. المطلوب ألا تؤذي والديك، ألا تنسى فضلهما عليك، أن تسعى بكل سبب في الإحسان إليهما. ويجب على العبد أن يراجع نيته، فلا يفعل ذلك حياء، لا يفعل ذلك حياء من الناس، ما يضحكوش علي الناس، ولا يفعل ذلك حبا يشتي والديه يدير لهم، يفعل ذلك لأن الله أمره به، لأن الله عز وجل أوجب ذلك عليه. فقال سبحانه في غير ما موضع وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، وغير ذلك من الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها ببر الوالدين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين من الكبائر ومن الموبقات، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن بر الأم أعظم وأوكد في حق الولد. فقال صلى الله عليه وسلم لمن قال يا رسول الله من أبر؟ قال له أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. فجعل حق الأم مضاعفا ومقدما 3 مرات. وليس المعنى أن تخل بحق الوالد، يعني ما فهموش بالعكس. النبي جاءه الرجل فقال له يا رسول الله من أولى الناس ببري؟ قال له الأم، ثم من بعدها؟ الأم، ثم من بعدها؟ الأم 3 مرات، ثم قال ثم من؟ قال الأب. مش معناه أن أقصر في حق الأب، لا، معناه أنني أوفي الأب حقه من البر، وأحرص على أن يكون البر بأمي أعظم من ذلك. المعنى أنك توفي حق الأب ويكون بر الأم أعظم،
وليس المعنى أنك مرخص لك في أن تتجاوز الأب. وقد قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، هكذا أطلقها إحسانا. قال العلماء كل ما من شأنه أن يحسن إلى الوالدين فهو مأمور به، كل ما من شأنه أن يكون إحسانا للوالدين، ولو سرورا تدخله على قلب الوالد أو الوالدة، ولو أنك تعرف أنه يحب فلان فتكرم ذلك الشخص فيفرح الوالد، هذا من بره. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من بر الوالدين بعد وفاتهما صلة من لا يوصل إلا من طريقهما، وكذلك من بر الوالد أن تكرم صديقه حتى بعد وفاته. نكمل بعد الأذان، مازال شوي. فهذا الرجل بلغ من إكرامه هذا المبلغ العظيم. وهل هذا مشروع في ديننا؟ أما ديننا فقد جاء بالعدالة مع الإحسان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء قال إن الله قد جعل لكل أحد حقه فأعط كل ذي حق حقه. إن الله جعل لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا فأعط كل، ولزورك في رواية أي ضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. ففي ديننا هذا الذي فعله هذا الرجل ليس مطلوبا، يعني مش لازم عليه أنه يحرم أولاده حتى يبكوا ويعطي الوالدين، بل إنه إذا حفظ وكفل حق الوالدين فإنه يطعم أهله ويطعم أولاده الحمد لله، لا يحرم أولاده حتى يبكيهم فقط لأجل أن الوالدين يتناولان قبل الولد. فهذا ليس مطلوبا، بل المطلوب أن يرقب العدالة في أهله جميعا، يعرف لوالده حقه ولوالدته حقها ويكفل لهما هذا الحق، ويسعى ويتسبب بكل إحسان إليهما، ولا يعني هذا أنه يسيء إلى أهله أو يسيء إلى ولده أو يحرمهم حقوقهم، بل يؤدي الحقوق كل ذي حق يعطيه حقه. بهذا أمرنا في ديننا بحمد الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة شيئا ما، أي بتوسله ودعائه. وها هنا كما ذكرت لكم في المرة الماضية أيها الإخوة، ها هنا هذا مثال حسي يريدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقده وأن نتيقنه في قلوبنا، أن الدعاء يحرك الصخر، أن الدعاء يكتب الحياة بعد الموت، أن الدعاء أخرجهم بعد أن دفنوا أحياء وكتب لهم أعمارا جديدة. هذه المعاني كلها تنتبه إليها، فإنهم بدعائهم وتضرعهم وتوسلهم وإخلاصهم صخرة تحركت، صخرة انفرجت. فينبغي على المسلم أن يثق في الله رب العالمين وفي دعائه، لأن الدعاء فيه اعتراف بافتقارك إلى الله تعالى، واعتراف بغناه وقدرته وقوته، اعتراف بسمعه وبصره، أنه يراك ويسمع كلامك ويعرف حالك، وأنه قادر أن يدفع عنك الذي أصابك، وأنه قادر أن ينفعك. فهذا كله يتضمنه الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن فيه ماذا؟ فيه كما يقال تكريس العبودية والافتقار إلى الله عز وجل، والاعتراف بقوته وقدرته وسمعه وبصره وغناه عز وجل عن خلقه جميعا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نكمل إن شاء الله تعالى مع حديثنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآخر اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين. قد جاء في بعض الروايات أن هذه المرأة متزوجة وأن عندها أبناء،
ألمت بها سنة، يعني أصابهم قحط وجفاف ولم تنبت الأرض شيئا وجاعوا حتى يعني لم يجدوا شيئا يأكلوه. قال: فألمت بها سنة من السنين فجاءتني يعني تستعين به. قال: فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. وها هنا الجواب لماذا ذكرت أنها متزوجة. هذا الجواب لماذا قد يقول قائل: ولماذا يريد أن يزني أكرمكم الله ويمكن أن يتزوج بها؟ لماذا يريد هذا؟ فالجواب الظاهر أن السبب أنه لا سبيل إلى الزواج بها، لكونها كانت متزوجة ذات بعل، وتعلق قلبه بها وأحبها حبا شديدا. فلما جاءته تستعين به أغواه الشيطان، فاشترط عليها أن يزني بها لأجل أن يعطيها هذا الذي طلبته، فوافقت للضرورة التي هي فيها. والمال الذي أعطاها ليس بالقليل، قال: فأعطيتها 20 و100 دينار، يعني تقريبا نصف كيلوغرام من الذهب، لأن 20 دينار ذهبي هذا هو النصاب. 20 دينار هو 80 جرام، 85 جرام. واحسب أنت إذا كان 20 جرام 20 دينار ب85، ف120 دينار كم؟ تقريب نصف كيلو من الذهب. فلما أعطيتها على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت عن الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. وها هنا أيها الإخوة فائدة عظيمة جدا، وتنبيه على مكيدة شهيرة من مكائد الشيطان الرجيم. لأن هذا الرجل انصرف عن الفاحشة وقد قدر عليها من كل وجه. انصرف عن المعصية بعد أن تمكن منها تماما، خلاص الآن ليس بينه وبين المعصية إلا لحظات. عند ذلك تحرج فترك. قالت له: اتق الله، فأدركته الخشية من الله عز وجل. في رواية أنها لما قالت له ذلك نظر إليها وقال: أنا أحق بهذه التقوى منك، يعني أنا أحق أن أتقي الله. كيف امرأة وذات بعل وفي هذا الظرف وفي هذا الفقر وفي هذه الشدة وفي هذه الحاجة ترتعد وهي خائفة وتقول له: اتق الله. فقال: أنا أحق أن أتقي الله، فتركها. كثير من الناس قد يغويه الشيطان، فإذا تمكن من المعصية وأدركته تلك الخشية يأتيه الشيطان ويقول له: خلاص ضروري كمل. من أشهر مكائد الشيطان هذه المكيدة، يغويك فإذا جئت لتفعل معصية من المعاصي، أي معصية كانت، ثم أردت أن تكف، يعني كما يقال حضرتك الخشية واستيقظ ضميرك كما قد يعبر البعض، وأراد هذا الإنسان أن يكف، يجيه الشيطان يقول له: خلاص غير كمل دروك الآن، خلاص الآن أنت ودرتها دروك هكذا، يقول خلاص الآن. لا، هذه مكيدة إبليسية. بل كف واستغفر ربك فإنها تكتب لك حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا هم بالمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني إذا هم بها ثم كف نفسه عنها خوفا من الله عز وجل. لأن هناك فرق بين من يهم بالمعصية ويريد أن يفعلها ويسعى في كل الأسباب لأجل أن يفعل المعصية، بعد ذلك ما يقدرش، يعني الغالب ما يوصلش، فيقول: أستغفر الله. ما ينفع، هذه معصية، هذه تكتب معصية، لأنه فعل الذي يقدر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، هذاك بالفعل وهذاك بالنية. أما الأول فقد قتل، وأما الثاني فكان حريصا أن يقتل صاحبه، فكلاهما في النار. فإذا كان يريد أن يفعل المعصية
وسعى بما يقدر عليه لأجل أن يفعلها ثم عجز عنها تكتب عليه معصية، لا يقال إنه لم يفعل. لكن الذي يقدر على الفعل يستطيع أن يفعل هذه المعصية، يستطيع أن يختلس هذا المال، يستطيع أن يخون هذه الأمانة، يستطيع أن يفعل هذه الفاحشة، ثم يكف عنها، يكف نفسه، يمنع نفسه منها وهو قادر عليها، فإن ربك عز وجل يعلم ما في القلوب، يعلم أن الذي كفك عن هذا الفعل وأنت قادر عليه متمكن منه هي مراقبته عز وجل، فيكتب لك أجر ذلك، فيكتب لك ثواب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بالمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة. فهذا الرجل كف نفسه عن هذه الفاحشة مع قوة الداعي إليها ومع ما بذله من المال في سبيلها خوفا من الله عز وجل، فتوسل إلى الله تعالى بذلك: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانزاحت الصخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء، جئت بعمال يعملون لي على أجرة، يعملون عملا معلوما في وقت معلوم على أجرة معلومة. قال: وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. في رواية أنه سخط الأجرة، يعني أن هذا الثالث لما جاءه بالأجرة وهي فرق من أرز، يعني اتفقوا أنه يخدم له الخدمة هذه ويعطيه هذا المقدار من الأرز، فلما جاءه به سخطه، يعني شافه قليل فتركه وذهب. المفترض أنه حلال بلاء خلاص، لأنه هو الذي رفض، يعني في تصرف الناس وفي دنياهم اليوم يقول لك هو اللي ما اداش، هو اللي ما حبش. لكن صاحبنا ما الذي فعله؟ قال: ثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، والله عز وجل أراد ابتلاءه، كثرت الأموال من ذلك الفرق من الأرز حتى صارت واد من بقر وواد من غنم وواد من إبل. يعني بدأ بهذاك الأرز، بعدين صار حقلا، بعدين صارت حقول أنواع مختلفة من الحبوب، ثم بعد ذلك صارت فيها أغنام وأبقار وإبل، حتى صار المال الناتج عن ذلك الأرز القليل هو واد من إبل وواد من بقر وواد من غنم. قال: فجاء الرجل بعد حين فقال لي: يا عبد الله أدي إلي أجري، يعني بعد مدة رجع قال: أعطيني الرز تاعي. فقال له: كل ما ترى من أجرك، هذا الذي أمامك، هذا الغنى، هذا المال كله من أجرك، كله لك. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني الرجل مش مصدق، يظن أنه يستهزئ به. فقال له: لا أستهزئ، إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، كان قادر بكل أريحية يأخذ له فرقا من أرز ويعطيه إياه، مش فرق، يعطيه قنطار من الأرز، قل له كل يوم الواحد دي. كان قادر يظهر نفسه أنه جواد كريم. قل أنت المرة الماضية ما شتيتش لما أعطيتك هذا، كل يوم الواحد دي، كل ما يخصك الواحد، ويظهر أنه جواد كريم ومحسن، والرجل يروح يقول والله من أجود الناس، لكن عند رب العالمين لكنه راقب الله رب العالمين، تحرج، فإنه يعلم أن جميع المال الموجود هو من هذا الفرق من الأرز، فصرح وصارح صاحبه وقال له: هذا الذي تراه كله من مالك. فاستاقه كله. اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت. هذه أمانة عظيمة جدا، هذه الأمانة التي تمتع بها هذا الرجل، التي رزقها هذا الرجل، أمانة عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يريد أن ينبهنا على عظم هذه العبادات بخصوصها، وأنها تدفع البلاء، وأنها تكتب لك عمرا جديدا. إذا كنت تؤمن بأن هذا رسول الله يأتيه الوحي من السماء، فإنه يخبرك بوحي من الله أن البر والعفة
والأمانة يكتبان لك عمرا جديدا بعد أن يعني تكون قد أيست من الحياة، يكتب الله لك حياة جديدة وينجيك مما أنت فيه. فإن هؤلاء انفرجت عنهم الصخرة بتوسلهم ودعائهم. فنتعلم أولا بركة هذه العبادات بخصوصها، وأن وراءها كل خير، وأن وراءها كل بركة، وأن وراءها الصلة ووراءها قوة الصلة بالله رب العالمين. ثم سائر العبادات والطاعات هي على هذا النسق، سائر العبادات وسائر الطاعات هي على هذا النسق. لقد تكفل الله لمن آمن وعمل صالحا من ذكر أو أنثى، تكفل الله عز وجل لهم بالحياة الطيبة، بالحياة المباركة. القليل يباركه، والبعيد يقربه، والمكروه يدفعه، والبلاء يرفعه عز وجل، لأن هذا بكل اختصار لأن هذا عبد مطيع له عز وجل، لأن هذا عبده الذي يؤدي الوظائف التي أوجبها عليه عز وجل. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ وأما الذي يعيش في المعاصي، لا سيما أضداد هذه، الخائن الذي يخون الأمانة، والفاجر، لا سيما الزاني، فإن الزاني يبتلى بالفقر، بل يبتلى كذلك بالإعدام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فشى الزنا في قوم حتى يستعلنوا به إلا أخذوا بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وفي لفظ إلا أخذوا بالموت. إذا فشى فيهم الزنا أكرمكم الله فإن النتيجة هي أوجاع وأسقام وأمراض قاتلة لا يهتدون لدوائها ولا يعرفون من أين جاءت. فأضداد هذه العبادات عقوق الوالدين، العاق لوالديه محروم من كل بر، ومحروم من كل خير، ومحروم من كل بركة. إذا عق والديه فقد تعرض لسخط الله عز وجل، وقد أفسد على نفسه دنياه وآخرته. والثاني الزاني أكرمكم الله الذي خرم عرضه وهتك شرفه وضيع عفته، قد تعرض للفناء، باختصار قد تعرض للموت والبلاء والفناء. والثالث الخائن يبتلى بالفقر عياذا بالله، ويبتلى بكل ما ينكد وينغص عليه حياته. فأضداد الطاعات هي المعاصي والموبقات والآثام، قد سميت موبقات وسميت فواحش، وتعرض لسخط الله عز وجل. وإذا سخط الله على العبد وأبغض العبد ونقم عليه عز وجل فقد أيس من كل خير، وصار بطن الأرض خير له من ظهره، صارت موته خيرا من حياته، لأنه يزداد إثما ويزداد من الله بعدا ويزداد عليه سخطا وغضبا، فإنما ينتظر عقوبته عياذا بالله. لعل في هذا القدر كفاية، ونكمل مع حديث هذا الباب المبارك وهذا الكتاب الطيب في لقاءات أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع كريم مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.